وهذه القصة ليست جديدة أبدا، فمنذ مئات السنين وهذا التعاون مستمر في منطقة سوس وجنوب غرب المغرب. الماعز يحصل على طعام مجاني، والإنسان يحصل على أنه جاهزة ونظيفا، بل أن البذور تنتشر مع حركة الماعز فتساعد على نمو أشجار جديدة. ولهذا السبب وبسبب عراقة هذا التقليد صنفت اليونسكو سنة 2014 المعارف المرتبطة بشجرة الأركان ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية، وجعلت الأمم المتحدة من يوم 10 مايو يوما عالميا للأركان. والأجمل في القصة أن بطلاتها نساء، فتعاونيات النساء في المنطقة هي التي تستخرج الزيت بطرق تقليدية توارثتها الأمهات عن الجدات، وتحتاج المرأة إلى أكثر من 30 كيلو غريما من الثمار وساعات طويلة من العمل اليدوي لإنتاج لتر واحد فقط من الزيت. ولهذا يعتبر زيت الأركان ثروة حقيقية ومصدر دخل لآلاف العائلات القروية. لكن هناك تفصيل سياحي غريبا يجب أن تعرفه، فقد أصبح مشهد الماعز فوق الأشجار مشهورا لدرجة أن السياح صاروا يتوقفون على جانب الطريق لالتقاط الصور، وبعض الأشخاص بدأوا يضعون الماعز فوق الأشجار عمدا من أجل الصور مقابل المال، وهو سلوك انتقده المدافعون عن حقوق الحيوانات. لذلك إن زرت المكان يوما تذكر المشهد الجميل الحقيقي هو الذي تتسلق فيه الماعز بنفسها بحثا عن طعامها،